لو معاك 10000 جنيه تعمل حملة إعلانية ممولة ولا تديهم للإنفلونسر يعمل لك إعلان؟ كمل معايا عشان الإجابة ممكن تضيع فلوسك أو تكسبك. قبل ما نبدأ هقول لك 3 أسئلة نجاوب عليهم عشان ناخد القرار الصح. أول سؤال، أنت هدفك إيه؟ لو هدفك مبيعات مباشرة يبقى الإعلان الممول أو الحملة الممولة هي الأنسب ليك. طب يا ترى ليه؟ علشان الحملة الإعلانية الممولة بتستهدف عميل مباشر عايز يشتري على طول، لكن لو هدفك الانتشار وبناء براند يبقى الانفلونسر أحسن لك. ليه؟ لأن هو هيديك تراست عند الفئة اللي انت بتستهدفها. تاني سؤال، نوع المنتج أو الخدمة اللي انت بتقدمه. لو منتجك محتاج شرح او ان انت عايز تبين او توضح ميزة فيه مش موجودة في باقي المنتجات اللي من نفس النوع يبقى الانفلونسر احسن ان هو هيطلع يشرح المنتج او الخدمة بتاعتك. لكن لو المنتج او الخدمة مباشرة مش محتاجة اي شرح او اي توضيح يبقى الحملة الاعلانية الممولة هي الانسب ليك. هتعمل عروض، هتعمل خصومات، او هتبين الميزة التنافسية اللي عندك. تالت حاجة، هل انت براند جديد او ستارت اب ولا شركة قائمة وليها راس مال وليها كيان؟ طب يا ترى ليه؟ لأن أنت لو ستارت اب يعني الحملة الإعلانية الممولة أنسب لك. ليه؟ لأن البادجت اللي أنت حاططها دي أنت مش بتجرب فيها، أنت عايز تكسب منها. حتى لو صرفت وما جاتلكش أوردرات فأنت هتقرأ الأرقام علشان تطورها بعدين وتحسن في الأداء بعد كده. أما الإنفلونسر مفيش ضمان حقيقي، هو ممكن ياخد منك البادجت يعمل لك الإعلان يا يفشل يا ينجح. يعني الخلاصة، لو انت عايز نتيجة مضمونة تقدر تقيسها وتقدر تقرا الارقام منها الحملة الاعلانية الممولة احسن لك. اما لو انت كيان قائم والبادجت دي مش هتأثر معاك وفي نفس الوقت عايز انتشار سريع يبقى الانفلونسر هو الاختيار الانسب ليك. طب لو انت مش عارف تختار مين فيهم الاحسن بناء على البيزنس بتاعك ابعت لي هقولك.